الراجل المحترم الاصيل بيبان من الاول، والراجل الناقص بيبان من الاول. مين قال المعلومه دي؟ مين قال لك كده؟ قوليلي 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 الصرعه، قوليلي مين يا بنت؟ قولي لي عشان انا مش هحاسبك. لا لا، هقول ان انت اخطاتي، حد قالك المعلومات دي. قولي لي مين ده؟ مين؟ انا عندي واحده صاحبتي كانت هي وبصي وخطيبها يا لهوي على القلوب، والسمك ينزل ومسكه الشكلس وريد بول وبتاع. حياة امي اتجوزت اسبوع كنا رايحين لها عشان ماسكه وكيلها علقه. مين قالك ان الراجل بيبان من اول؟ والراجل مين؟ الكفته ايه دي؟ كفته. دلوقتي في ناس بارعه في التمثيل على حسب ادراكك ونضجك، انك تقطعي على الشخص اللي قدامك من مواقف معينه وتبقي حساسه قوي ما بين السطور. لكن شخص يبينه ما يبانش، مفيش الكلام ده، مفيش ماما، مفيش. فانا ما اقدرش، طاقتي ما تستحملش. هل انا اتعاطف مع البنت زي انتوا بتشوفوني بطبل للبنات دايما ببقى واقفه ضد الرجاله؟ اقسم بالله لو هتزحف على بطنها ما هتصعب عليا، مش هشوفها. انت اللي عامله في نفسك كده. ما تجيش انت بتيجي تعيطي بنت وتعيشي دور الضحيه. اصل هو ما بياكلنيش. بقالك 10 سنين ما بتاكليش، بقالك 10 سنين عايزه ما بتاكليش، اسمعنا دلوقتي جايه بتعيطي ايه؟ جوعتي فجاه؟ ان انا كنت في الاول اقسم بالله كمان مره هقف جنبهم كذا واحده ولا وخلاص وبتاع وتحالي يا بنتي ويا بنتي ويقعدوا ونمشوا الدنيا مشكله وما ينفعش وده ما يرضي الله. لحد ما لقيت ان انا والله العظيم زي ما بقولك كانت محاكم واقسام، ونصحى الصبح في المحكمه والصبح في المديريه ونروح لمحاميين وما بننامش. ليه؟ خلاص هي واصله لمرحله نو واي، هي خلاص اتهلهلت، فلازم تتطلق، مفيش حل. فاهماني؟ خصوصا بقى ان ايه اهله يعني ايه المشكله؟ حماتها بقى خلاص. طيب انتي براحتك، عايز تقعدي عند اهلك براحتك. يعني حماتها دي يعني كانت برضو معرفش مالها وليا ناقصه خايبه. وفضلنا بنت قاعدين وبحارب معاها، بحارب. ده كان في تلات ايه 10 عراكات قبل كده، بس كانت العراكات دي بقى خلاص وخلاص بقى معاها عيل بس. قالوا لا خلاص بقى الكبار اتدخلوا الموضوع. طب ما الكبار كانوا مش فاهمه، الكبار كانوا متدخلين اصلا عادي الدنيا. فانا استوقفتني بصراحه، قلت من نظري جدا، مش تسخين بس انا قلت من نظري جدا بعد اللي حصل والمرمطه دي والرميه دي وقله القيمه دي. وفي الاخر انت قبلتي انك ترجعي، اوكي براحتك. فكره في ايه بقى؟ انا ابني متمرمط معايا، ولا ابني بيعيط ونفسيته تعبانه جدا، ونفسيته تعبانه جدا من اللي بيحصل فيا انا وهو. طب ايه ذنب ابني ان هو يتمرمط معايا في المشاكل دي؟ معلش خلاص، تعملي ايه؟ ربنا يعوض عليكي بيه، هيبقى سندك، هو راجلك. بس انا ما كان نفسي ابني يعيش لسه دي، ولا عارفه اوديه حضانه، ولا عارفه اكله، ولا اجيب له موسوسه سبع العيال. ندب خلتني قطعت شراييني. وانا قاعده بقى عارفه بقيت اخد الولد اركبه اعمل حمار والف بيه الشقه من كتر ما هي مقطعه قلبي على الولد، اللي هو يا حبيبي ما تعملي، وانزل اجيب له موسوسه. انا قلت لها خلاص انت احمدي ربنا ان ربنا كرمك بعيل. الحمد لله الحمد لله. اعترض عليه، هو اللي معون عليا، هو اللي معون عليا الحزن ده. رميني يا نوين، رميني بالسيره. حبيبتي خلاص احمدي ربنا ان انت ربنا كرمك بعيل واحد. تخيلي يا لو كنت جبت عيل تاني كان الولد هيعمل ايه؟ كنت هصرف جدا، مش عارفه اودي الولد لحد ولا اجيب له موسوسه. كان الولد مشكلته مع المصاصه. ماشي نوطد العلاقات ونرجعهم لبعض. انا شلت ايدي بقى في اللقطه اللي زي دي بعد كل المرمطه دي يا برد. قلت ايه؟ والمسوسه اللي انا قعدت اجيبها وسنتة الحضانه. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا قبضي كله على بعضه كان 1200 جنيه، قعدت اجيب من 1200 جنيه مصوصه بس خلاص براحتك، سيبك من كل ده. طب لازم تكلمني بعد الصدمه. هي لقيتني سكت خلاص، هي خدت بعضها ومشت، رفعت عليك سماعه التليفون. ايه روين عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله بخير. ما انا ما افتكرنيش غير في الهم، على راي امي في ايه، في الحزن مدعيه وفي الفرح منسيه. لا انا لولا ان ابوه وامه قالوا لي
اصل المكركبه المطرمه عم بسنجي دلوقتي عملت لها خاطر ما يبقى لها شهر صحله اللي جابك، بقى لها شهر ده كابوزك سيشيما، فجاه بقت كبرته عملت لها مقام، وفجاه ابوه راجل خايب اللي ما يعرفش يربي ولا يبقى حاكم ولا رابط ويعرف الولد ازاي يعني ايه بنت الناس ما تترماش في الشارع هي وعيالها، عشان ده ضناك ولحمك يا راجل يا خابي يا ناقص. دلوقتي عايزين يتدخل والكفته. اخوك يا شربت الخرده شربت الخرده. واخويا اتكلم اخوك يا عم جاب لك حقك، لا ارجعك ليه؟ علشان هما مش بيبقى الاهل بقى ايه خايبين، قال لا لازم ترجع ونلم الدنيا مع بعضينا وخلاص، ودي اخر مشكله مفيش مد ايد تاني وفي ستيمه تاني. بس اقسم بالله ما يلمسني اقسم بالله افتر 3 days حامل. طب امتى؟ 3 ايام حق ازاي؟ ايه؟ الو والمصاصه ايه؟ اقسم بالله ولا كلمه، واحنا رجعنا كده عشان امه الوليه عم بسنج المطرمه وابوه واخواتي، فرجعنا كده ما بكلموش بجد. تقول له لا انت بتقولي انت اكنها اللي جوزك بتولعي بس ما تجيش تندبي لي بقى. يعني ايه حامل؟ يعني ايه ايه بتكركري ازاي بجد؟ ما كان ايه؟ لا اصل انا ما كنت قاعده شهرين ما كنتش عامله حسابي وفاجئني